السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في أتم صحة وأتم خير يا رب، اللهم امين. وبعود الأيام بعد غياب طويل قلت ارجع. لان زي ما قلت لكم قبل كده شكلي معمول لي عمل باليوتيوب، ابعد وارجع تاني، ابعد وارجع تاني. فربنا يجعلها رجوعة خير ان شاء الله. تقريبا كده انا في اليوم ده قمت من النوم وقلت اعمل معاكم الفيديو ده، لان كنت فتره طويله ما بصورش. بس كل الناس اللي كانت متابعاني، يعني 3 4 5 6 اللي كانوا متابعيني، في خبر مش هيعجبكم لو انتوا كنتوا مرتبطين بالفيديوهات وشايفين ايه اللي احنا كنا بنعمله في الفيديوهات بتاعتنا. العشه اللي كنا بنصبح على بعض بيها، عشه الحمام، احنا تقريبا هديناها وعملنا بيها ايه واستخدمناها في ايه. كل ده هتشوفوه معايا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. هنا بقى كنت نزلت عشان اطلع لفراخي، او انزل لفراخي افطرهم، اللي تقريبا بفطرهم قبل ما بفطر ولادي. كانوا الولاد رايحين على المدارس، كان عندهم امتحانات في الفتره دي، ما شاء الله الولاد كلهم كانوا ماشيين اهو زي ما انتم شايفين. وولادي برضو كان عندهم امتحانات. هنا بقى دخلت للمحل. المحل ده انتوا شفتوه معايا لان قبل كده، لان في بدايه القناه كنت بربي فيه فراخ بيضه، وربيت فيه كام دورة وكنت بصور معاكم دايما. وبعد كده كالعادة يعني كل شوية اعمل محتوى عشان اشوف ايه المحتوى اللي بيعجبكم وتقدروا تتفاعلوا معاه، وتقريبا انتوا بتتفاعلوش مع اي محتوى غير محتوى الصابون. هنا بقى كان عندي فراخ بلدي زي ما انتوا شايفينها كده. الفراخ البلدي دي بقى مشكلتها معايا مشكلة، ان انا دايما بجيب الفراخ برابر، عايزه اجيبها برابر عشان خاطر البيض. هي اللي هو ده الهدف ان انا بجيب الفراخ البلدي عشانه. بس تقريبا كده كل البرابر عندي بتدن، فهو لو في برابر بتدن يبقى هو كل الفراخ اللي بركنها واقول دي برابر للبيض بتطلع عندي تشوك، وفجأة الاقيهم بيدنوا. فمش عارفة المشكلة في مين، يعني فيا ولا في الناس، ولا مش فاهمة والله. هنا بقى دي كانت دورة ساسو، وده كان اول مرة اجرب الفراخ الساسو في التربية. الفراخ الساسو اللي هي الفراخ البني الحمراء اللي ما بين الابيض وما بين البلدي. الفراخ البلدي، الفراخ الساسو دي بقى طعمها بصراحة أنا جربتها كتربية وكأكل حلوة، طعمها حلو مش وحشة. يعني لما بتقعد وتتمم الدورة بتاعتها، هي دورتها 70 يوم، لما بتتمم الدورة بتاعتها بتقلب معاكي بلدي. لحمتها تحس ان انت بتاكلي حاجة بلدي كده. لكن في بداية عمرها، يعني انا في الفيديو هنا دبحاها عمر 50 يوم، يعني في اليوم ال50 تقريبا انا دبحت. ما شاء الله كانت اوزانها حلوة، وكان طعمها حلو، وكانت مديه على طعم الابيض، بس الابيض اللي انتي مربيه بيتي طعمه حلو. الفراخ البيضه كده، في فراخ بيضه بتجيبيها تحسي طعمها حلو، فتكتشفي ان دي تربيه بيتي. هو مش عارفه ايه الفرق ما بين التربيه البيتي وتربيه المزارع، لان انا ما جربتش المزارع، بس احنا برضو بناكل علف زي المزارع ما بتاكل. كان بقى المزارع بتضيف حاجه تاني انا ما اعرفش. هنا بقى كان عندي ارنب. الارنب ده طبعا كان فوق في العشه بتاعه الحمام، وزي ما قلت لكم انا هديت عشه الحمام، مش انا اللي هديتها بصراحه، ابو اياد الله يديله الصحه. فانا كنت ناويه اعمل حاجه، يعني اجيب حاجه جاهزه وكده. فقال لي لا، احنا هنستخدم الخشب ده وهعمل لك احلى شغل. طبعا احلى شغل ده هتشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي او في الفيديوهات الجايه باذن الله. تقريبا كل الخشب اللي كان في عشه الحمام احنا استخدمناه. شكل المحل انتوا شفتوه كان عامل ازاي. هنا كراكيب وكراكيب هنا، وحتى السلاكه اللي انتوا شايفينها دي كمان اتهدت، لان استخدمنا السلك بتاعها وخدنا بعض الخشب منها. دي عشه الحمام، انا بصورها لكم من تحت. السلاكه اللي انتوا شفتوها دي انا ربيت فيها دوره فراخ كامله، وحضنت فيها كذا دوره. ربيت فيها دوره فراخ كامله 10 فرخات في الصيف. تقريبا ممكن كانت في الشتاء تاخد 15 فرخ، لان طبعا الجو بيفرق في عدد الفراخ والمكان. هنا بقى الخشب اللي انتوا شايفينه ده كله، او العشه دي كلها نزلت عباره عن خشب. كل الخشب اللي انتوا شفتوه، كل السلكات اللي كنا حاطين فيها الحمام، او النسبة اللي انتوا شايفينها دي، كل ده احنا بعناه وتخلصنا منه للراجل بتاع البلاستيك. هنا جوزي بقى ما شاء الله عليه كان بيهد العشه، وزي ما قلت لكم ان شاء الله هتشوفوا احلى شغل من الخشب ده. الحمام طبعا احنا استغنينا عنه. طب هان عليكم والله، احنا كلنا اللي كلناه. طبعا في الفتره دي انا ما كنتش بصور، كنت كل مره اقول هفتح الكاميرا واصور معاكم، ما اعرفش، كنت بحس دايما كل ما افتكر ان الساعات ما اتحققتش، وان انا يعني كل اللي بشتغله بيروح، بزعل.
المهم يعني انا احتفظت بجزئين من الحمام بالخرج بتاعهم، وقلت له لا انا يعني مش هنهي المشروع كده، حتى اعمل لي حاجه بسيطه كده في البلكونه وانا اللي اتابعها، لان طبعا الولاد هم اللي كانوا بيطلعوا بيتابعوا الحمام الاولاني، انا ما كنتش بعرف اطلع السلم النقالي ده. هنا بقى زي ما قلت لكم كانت الفراخ عمر 50 يوم تقريبا، انا ذبحت في اليوم ال50، قلت نجرب. ذبحت فرختين ساسو وحوالي 3 أو 4 بلدي. ذبحته. ذبحت بقى الفراخ زي ما انتم شايفين كده ونضفناها، وقلت اتبلها، واللي استلمت بقيه الاكل اريج بنتي. لان طبعا احنا كان عندنا بعد الشغل في المحل اللي بعد برضو ان شاء الله هتشوفوه في الفيديوهات الجايه. فانا بشوقكم لان يعني بصراحه لا، في شغل حلو اتعمل والله العظيم. كان نفسي قوي في الفتره دي، كان التليفون بتاعي بايظ. تقريبا انا كنت بصور بتليفون تاني غير تليفوني، فما صورتش اللي حصل بالتفصيل، لان طبعا كنا خايفين هل هينفع نعملها زي ما هي جاهزه ولا لا، طب هتتعمل ازاي، طب هتبقى مظبوطه ولا مش مظبوطه، كل ده كنا خايفين منه وكنا مقلقين برضو هي، وتعبنا فيها تعبنا فيها قوي والله. كانت المفروض تتصور، بس الحمد لله انا صورتها لكم بعد ما تمت خالص وانتهت، وده برضو هتشوفوه. وصورت لكم كل حاجه، كل حاجه ان شاء الله هتشوفوها. بس تصنيعها انا هتكلم معاكم عنه، لما اتعملت ازاي، وده هتلاقوه كتير يعني موجود في فيديوهات كتير على اليوتيوب. بس احنا بصراحه ما كانش في امكاني ان انا اصور في التوقيت ده. هنا بقى بنتي استلمت الاكل وحطت الشوربه زي ما انتم شايفين كده، والفراخ دي احنا كنا متبلينها. انا اكلم. انا عايزه اسجل الفيديو بقى. انا عايزه اكلم. طب ماشي حبيبتي. وزي ما قلنا بقى كده، ممكن من فكرة تعملي كذا فكرة. ممكن حاجة، يعني احنا اللي خلانا استغنينا عن مشروع الحمام ان احنا كنا بنأكل بس، وكان بيهدر علينا وخلاص، هو بياكل ولكن ما بيجيبش انتاج. الفترة الأخيرة دي تقريبا ما كناش بناكل منه خالص يعني، كل الخرج بتاعه كان دايما يا بيموت، يا كان البيض يطلع رايق، يا المهم ان ما كانتش الدنيا بتبقى مظبوطة معانا خالص. فلقينا نفسنا بنصرف عليه وهو ما بيجيبش اي حاجة، فطبيعي ان المشروع ما دام ما بيجيبش انك تستمري فيه، ده تهدير لوقتك وتهدير لفلوسك وتهدير لكل حاجه. فبصراحه جوزي الله يكرمه مع انه هو متعلق بالحمام جدا، بس قال لي لا احنا بقى ما دام احنا شغالين كده، ده طاجن التورلي خضار بس، احنا ما يعني كان بسله وبطاطس وجزر بس وبصل زي ما انتم شايفين. كل ده انتوا بقى هو شارح نفسه يعني في الفيديو. هنرجع بقى للحمام. قال لي ما دام هو مش جايب معايا اللي هو المصاريف حتى بتاعته، لا يبقى بلاش منه ونستخدمه في اي حاجه تاني. فهو اللي شرع عليا في موضوع ان هو هيهد العشه وهنستخدمها في حاجات افضل. هنا بقى كانت عملت البسله مع البطاطس مع الجزر، شوحتهم الاول في البصل، وبعد كده نزلت عليهم بالطماطم والتوابل بتاعتهم، وبعد كده راحت عامله ايه، راحت منزلاه في طاجن ودخلته في الفرن. والفراخ كانت اتسلقت وهي حمرتها ما شاء الله، هي اللي قامت ببقيه الاكل يعني، وعملت لنا شويه رز محمرين، وكان الاكل حلو يعني ما شاء الله. لو كنتوا وصلتوا بقى معايا لحد هنا، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تاني اجمل واحسن. هنا دي بس نبذة كده مختصرة عن اللي هتشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، ويا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب تتفاعلوا مع القناة بقى ومع الفيديوهات الجاية ان شاء الله، عشان اقدر اكمل معاكم، لان بصراحة قلة التفاعل دي بتتعبني نفسيا فبتوقفني دايما. انا برضو مرضتش احرمكم، الحته دي هتشوفوها، واشوفكم على خير فيديوهات تانية اجمل واحسن.